اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديلي سبورتس. معاكم محمد قد الله، وان شاء الله عندنا حلقه جديده النهارده. زي ما وعدنا حضراتكم ان احنا ان شاء الله هننزل تحليل مباراه فرنسا والمغرب، واللي انتهت بالاسف بهزيمه المنتخب المغربي بهدفين مقابل شيء. وعلى اثرها وضع المنتخب المغربي امكانيه الوصول للنهائي، ولكن ان شاء الله عنده امل في الوصول الى بعد الثالث والرابع، وامكانيه انه ان شاء الله يكسب كرواتيا باذن الله والحصول على المركز الثالث، يبقى ثالث العالم. نامل كده ان شاء الله باذن الله. خنطوش على حضراتكم ويلا بينا نبدا الحلقه. بدايه كده المنتخب المغربي زي ما حضراتكم عارفين بيلعب باسلوب دفاعي، زي ما شرحنا في الحلقات اللي فاتت، تقدر تشوفها من حرف الايه اللي طالع لك فوق. يعني بيلعب بزون دفاعي، تامين دفاعي، بيلعب على الجبهات بصوره كبيره جدا، على الاطراف، على نص الملعب، على التحول الدفاعي الهجومي، على اللعب في ظهر خطوط المنتخب اللي بيلعبها زي البرتغال وزي فرنسا وما الى ذلك، واسبانيا عفوا. ولكن يعني ما فيش نصيب ان شاء الله الحمد لله المباراه دي. ولكن خلينا نتكلم مع حضراتكم بدايه بتشكيل المنتخب المغربي. لعب ب 5-4-1، في لعب في راس المرمى طبعا ببونو، لعب باك يمين حكيمي، باك شمال لعب باليماني، لعب باثنين سرد باكات، ثلاثه اليماني وسياس ليريز، لعب باثنين ديفندرات وهم مرامي ومرابط، لعب بثلاثه قدام طبعا زياش وسفيان والنصيري. فلعب ب 5-4-1 تكتيك كان مقافل بصوره كبيره جدا. خلينا نتكلم مع حضراتكم على الشرح الفني للمباراه، يلا بينا. بدايه كده خلينا نتكلم من اول لقطه الهدف الاول دخل في المنتخب المغربي، وهي ان هنا في مشكله كبيره جدا، ان المنتخب الفرنسي لعب على انصاف الفرص او لعب على انصاف المساحات، وبالتالي المنتخب المغربي فقد جزء شويه من التركيز في الملعب. قدر يخلق لنفسه جريزمان مساحه ويلعب الكوره، وقدر ان يحصل تفكك في الدفاع بصوره كبيره جدا، وبالتالي المنتخب المغربي ما قدرش يسيطر على نفسه في الوضع ده، انه كان في مساحات كبيره جدا. والمشكله بقى مش في المساحات بس الاصاف اللي تظهر، لا، المشكله في الجبهه العكسيه اللي هي بترتد منها الكوره، اللي في لعيبه المنتخب المغربي كانت بتقف تفضل تبص ايش ايه اللي هيحصل زي الديفندرات حضرتك في الصوره، فما حدش يقدر يدخل الكوره، بان الجبهه العكسيه بتكون خطيره جدا. وبالتالي دي اللي جه منها الجول الثاني برده، لما الكوره جت في رجل المدافع لقيتها بحطها على طول، فدي مشكله وجه منها هدفين اصلا يعتبر سببهم الهدفين. ففضل حضرتك كان على البورد ان الجزئيه دي مهمه جدا، ان المنتخب الفرنسي لعب على الجزئيه دي او التفاصيل الصغيره دي، ان هو لعب على انصاف المساحات اللي خلقها لنفسه في تلت ملعب المنتخب المغربي، اللي هو قدر يلعب على انصاف الفرص دي. بالتالي قدر بيلعب على انصاف الفرص، قدر يخلق مساحه، بعد ما قدر يخلق مساحه قدر يخلق جبهه عكسيه اللي يعتبر جه منها الهدفين. فده مشكله كبيره جدا واجهت المنتخب المغربي. وفي بقى الجزئيه ثانيه هوضحها مع حضراتكم قدام المنتخب المغربي، ما قدرش يطبق تكتيكه زي كل مباراه، انه يقدر يتحول بصوره كبيره جدا او بصوره ناجحه من الدفاع للهجوم. ما قدرش يلعب على الاطراف، ما قدرش يلعب على الكرات الثابته زي ما تكتيكه المنتخب الفرنسي كان قوي جدا جدا بصراحه على المنتخب المغربي. ولكن رفع المنتخب المغربي القبعه بصوره كبيره جدا، انت بتلعب بطل العالم واللي هو متاهل للنهائي الصوره الثانيه على التوالي، فشابوه للمنتخب المغربي. الجزئيه اللي بعد كده بنتكلم حضراتكم عنها، ان ان المنتخب المغربي ما قدرش يستغل الجبهه اليمنى للمنتخب الفرنسي، كانت ضعيفه جدا. وفي تظهر حضراتكم في الصوره ان كان يعني بتكتيك بسيط جدا، يعني بألف ب للمنتخب المغربي كان ممكن يعمل جبهه من الجبهه دي جبهه نار بالنسبه له، ولكن الرجراجي ما حاسش بالجبهه دي يعني الا في الشوط الثاني، وبالتالي كان المنتخب الفرنسي قدر يتدارك الموقف، وانه قدر يعدل التكتيك الخاص بيها ويقفلها بحيث المنتخب المغربي ما ياخدش انها نقطه ضعف. هجوميا كان المنتخب المغربي بيسلم في خط ظهر المنتخب الفرنسي، ولكن وكان بينطلق نحو الامام، ولكن كان بصوره ما فيهاش نجاح. يعني كان بيعمل زي ما حضرتك كان بيلعب على الخد وهات وسالم ويعمل كونتر اتاك، ولكن المنتخب الفرنسي كان بيقابله من ثلث ملعبه، وكان بيقطع الكوره بصوره كبيره جدا، وكان مش بيديله فرصه انه يقدر يسلم بسرعه. يعني ان المنتخب المغربي كان بيقدر يطبق الكوره دي، ولكن مش بصوره سريعه، مش بصوره فيها ايجابيه، مش بصوره فيها تكتيك واضح، كان الى حد ما رتم كان روتيني. ولكن مش مشكله، احنا بتلعب بطل العالم، انت بتلعب اقوى فريق في العالم على الورق، وتاني مره نوصل على التوالي للنهائي، فدي مش سهله ان اي منتخب يطبق كده.
كان المفروض ان الجبهه زي ما قلنا المنتخب المغربي يلعب عليها، ولكن ما طبقش الجزئيه دي، ان كانت واضح جدا بصوره كبيره قوي ان المنتخب الفرنسي كان الجبهه كلها كانت من الناحيه الشمال، وكان ضامن من الديفندرين بتوعه كده يمين والجناح يضموا مع الجبهه اليمنى بتاعته. المنتخب المغربي ما قدرش للاسف انه يخترق هذه الجبهه ويعتمد عليها، لان زي ما وضحنا لحضراتكم لو كان الف به كوره كان ممكن يضرب الجبهه دي بصوره كبيره جدا ويستغلها صالحه، وخصوصا هو كان المنتخب المغربي قوي جدا والرجالي قوي في الكرات الثابته. ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، نركز في اللي جاي ان شاء الله نقدر نحقق المركز الثالث. اخيرا بقى الجزئيه اللي عايزين نتكلم عنها ان الكرات الثابته طبعا ما اتطبقتش بشكل احترافي في المباراه، وان الجبهه اليمنى مع ان المنتخب المغربي مش استغلها بصوره كبيره جدا. لكن عايز اوضح لحضراتكم ان احنا مش جايين الحلقه دي احنا نتكلم المنتخب المغربي والاخطاء اللي وقع فيها والتكتيك اللي المفروض يلعب فيه. طبيعي ان امر طبيعي انك تخسر من المنتخب الفرنسي وما تخسرش بسكور يعني، ولكن هو نقدر نقول الجول جم بطريقه غلطه عكسيه اللي وضحناها مع حضراتكم عشان تبقى في الصوره. جه من التغطيه العكسيه، جم من انصاف المساحات اللي طبيعي ممكن تحصل نتيجه قله التركيز في اوقات معينه في المباراه، طبيعي ده يحصل مع بطل العالم. ويعني نقدر كده وضحنا لحضراتكم الى حد ما ملامح بسيطه للمباراه، واللي المنتخب المغربي ايه اللي خلاه خسر المباراه واللي خلاه ما قدرش يعتمد على دي كان بيطبقه كل مباراه ويخلص المباراه لصالحه بصوره كبيره. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا. اي نعم كانت حلقه سريعه جدا، ولكن احنا حبينا ننوه لاسباب الخساره. احنا مش عايزين نتكلم في متعمق جدا في المباراه لان احنا كده كده منتخب الفرنسي المغرب اللي يهمنا خسر، فمش عايزين نوضح الاخطاء ومش عايزين نحمل يعني فوق طاقتها. احنا بس حبينا نوضح لحضراتكم ايه اسباب الخساره بصوره كبيره بصوره سريعه واللي خلى المنتخب المغربي يفقد المباراه، ولكن عشان تكونوا معانا في الصوره. وكده نكون وصلنا مع حضراتكم نهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه اشترك سبسكرايب للقناه، وده صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم جديل سبورتس، وعلى الايميل الخاص بينا على الاكونت على التيك توك باسم جديل 99. كان معكم اليوم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.